أسعد الله مساءكم أحبتي في حلقة جديدة من برنامج حكايات الناس. اليوم قصتنا السولف من أرض الواقع. القصة سولف عن إنسان شاعر معروف كان بالمجال. هذا الإنسان مر فترة من الزمن يحب له بنيه، حبوها إلى أبعد درجة، يعني يحبها من كل قلبه، عارف الأكو الماكو الخاطرها. فذاك اليوم قالت له أريدك، وللمعلومة هو شاعر كان معروف يعني على مستوى العراق. قالت له أريدك تعوف الشعر، لأن الشهرة جاي يسبب لي إحراج وجاي يشوف متابعين عليك وكذا. المهم قال خاطرك الشعر يطيح. ضحى يا ما ضحى، فحتى للسجن دخل على موته. القصة سولف رغم هذا كله، بالتالي لقاها خاينته. ضحى بالشعور، ضحى بسموحته، انسجن مرتين. المهم كل هذا عاثته بقفوها وخانته. فمن خانته عافه للوقت، وهو ما رجع له يعني للوسط مال الشعر، لأن شلون صارت عدة تشزه. راحت أيام وجت أيام، ردت صاحبتنا حبيبة الشاعر مغدورة، أو حبيبها الخانة الشاعر على موده، خاين هذاك حبيبها وعافه بنص الدرب. فردت للشاعر تريد يصالح وياها. تلاقوا بالدرب، قالت له ما مشتاق لي على لسانه. يقولها بايعني برخص وتريد نشتاق إلك. لا راح أسولف هسه بالجد، من أقول وروح أخوي السالفة تموت، وهسه وروح أخوي وياك مارد. شغلة كبرياء شاهية بالكيف، من قبالة تبكي يرجع الود. من قلت لي انت شاعر قلت لك تهون إلك، راح أنا عوفه ولا تبعد. ولك يا أهل خاطرك مسجون مرتين، يا أهل خاطرك مسجون مرتين. حتى انت بكلامك تظل ترعد. أنا مقدم، يقولها أنا مقدم رقبتي خاطر أرضيك، أنا مقدم رقبتي خاطر أرضيك. وانت قاعد بظهر بسيفك تحد. انت مطلوب دمعة وشوق وإحساس، وانا أعرف بيك انت ما تقدر تسد. اسكت لا أسولف بالعتيجات، اسكت لا أسولف بالعتيجات، وخليك وعلم من الخجل تلبد. يقولها اسكت لا أسولف دقاتك وياي. مربط قصتنا اليوم وحكمتنا من القصة ورسالتنا. رسالتنا هي اليوم البشر من يحب وشوف بشر ضحى على موده، جزاء المعروف بالمعروف. يعني اليوم شخص عاث على مودك الشعر والشهرة، واليوم احنا جاي نشوف هسه بالوسط كله ايش قد ناس تسوي سوالف وتدق وتنوع على مو شنو تكون مشهورة. وهو رغم شهرته ورغم معرفته بالناس ضحى بيهن كلهن خاطرك. يعني هل من المعقول تجازينه بخيانة؟ لا. حتى اكو اغنية انا اتذكرها يقول العشرة ما تهون الا على ابن الحرام.
بس هو الولد بعد ختمها وحب يوصل قصته من خلالي، وانا ان شاء الله توصل الرساله مالته الك وتبعدين عن الولد، لان الولد راح يشوف حياتي. لهنا ننهي القصه وياكم، واللي عنده قصه وحاب يتواصل ويانا يقدر يتواصل ويانا على رقم الهاتف اللي عايفينه اسفل الشاشه او حسابي الشخصي من الانستغرام. انتظرونا بحلقه جايه.